السلام عليكم ورحمة الله. النادي الإفريقي ينتصر على قوافل القفصة 1-0. بالنسبة لي أنا النادي الإفريقي الشوط الأول قريبا باش يكون نوعا ما محترم، لكن الشوط الثاني بالنسبة للنادي الإفريقي بالنسبة لي أنا الشوط الثاني كارثي. لخبطة كبيرة في كل الخطوط، أمور تكتيكية مش واضحة، أخطاء زاد من اللاعبين، التغييرات اللي قام بهم السايبي زاد ما كانوش في المستوى بالنسبة لي أنا. هذاك علاش النادي الإفريقي يعتبر ككل اللقاء ما كانش في المستوى. قوافل قفصة سيء في الشوط الاول، نوعا ما الشوط الثاني حب يلعب على الكرات الثابته، لكن الشوط الثاني زاد سيء من قوافل قفصه. ما تطورش قوافل قفصه من بدايه الموسم الى اليوم. عنده برشا مشاكل في وسط الميدان، ما عندوش ملاعبين، فماش صناعيه القدام، ما يوجعش قوافل قفصه بصراحه. وقوافل قفصه تاثر كثيرا بالضربه جزاء، ماهيش ضربه جزاء عفوا، بالتسلل اللي سجلوا ايدو حسب رايهم بطبيعه الحال الى التو مش واضح اللي هو تسلل ولا لا. وحتى كان تسلل ماهيش ورقه حمراء، يعني انت تلعب كامل ما يشفعلكش بالمردود اللي انت تقدم فيه. باش نقعد مع النادي الافريقي كما قلت الشوط الاول قريب، يعني باش يكون نوعا ما محترم. علاش النادي الافريقي ما كانش في المستوى نتاعو كما كان يلعب في رادس في اللقاءات السابقه؟ فما اسباب وباش نحكيو عليها بشويه بشويه. بالنسبه لي انا وسط ميدان الافريقي اليوم وسام يحيى وبيكورو واحمد خليل بعاد على منطقه العمليات، بمعنى ثلاثه كانهم نوعا ما فكاكه، وثلاثي الهجوم يعني العرفاوي والمزياني وايدو يعني كانهم وحدهم، يعني بدون مسانده. حتى كي تكون من وسام يحيى يعطي حتى باس حلوه مثلا المزياني ما يتبعش، وسام يحيى يعطي ويقف، حتى بيكورو ما تبعش برشا، واحمد خليل زاد كانه طايح ياسر مع المدافعين. كل هذه الاسباب بطبيعه الحال وسط الميدان ماهوش قاعد يعطي الاضافه القدام. والمهاجمين بالنسبه لي انا نعاود نقولها مره اخرى، العرفاوي راهو ماهوش خطير القدام. العرفاوي تكنيسيان باهي في ساقيه كي يكون يا ظهير ايمن كيما نجح عند مع جعادي كي كان يلعب في الترجي التونسي ومن بعد اختفى العرفاوي، او العرفاوي يهبطوه وسط ميدان باش يكون باسات قصيره ويطلع الريتم، يعني كانه ريليور، خاطر يعني عنده كومام نظره باهيه القدام، ما يغلطش في التمريرات نتاعو. هذاك علاش بالنسبه لي انا العرفاوي كجناح ماهوش ديسيزيف، ماهوش لاعب يعني في 18 متر قوي باش يجيب لك ضربه جزاء ولا عنده تير قوي والا كذا. وقتاش يكون خطير نوعا ما كي يمشي على جنب، يعني كانه نوعا ما ظهير بطبيعه الحال. لازم يكون حتى المدافع ما يكونش قريب برشا باش ياخذ راحته، والعرضيات نتاعو باهيه. الا يعني هذا وفقط. يعني بالنسبه للمزياني الشوط الاول نوعا ما محترم، يعني دخل في الديوال مش خايب، يعني كان نشيط في الشوط الاول. ديما نحكي ايدو يعني هو احسن لاعب في الافريقي في الشوط الاولاني. دفاع الافريقي كما دونت انا بالنسبه للطاوس ماهوش عاجبني. الطاوس توا يعني غريبه، الطاوس يعني ديما عنده مشاكل كظهير ايسر، والباري ماهيش البوست نتاعو حتى من قبل. علاش كل مره يعني حتى يعني جماهير الافريقي مش متاكده حتى من اللاعبين نتاعها، يقول لك لا الطاوس باهي وكذا كلت. يعني شنو هو الطاوس يعني بصراحه؟ يا هو عاملين له ديباناج يعني اوكي، يعني نجم كي يتيح الحمروني كما اليوم يعني مصاب وغيره ينجم يعاون، لكن سيء. يعني نشوفوا قفصه خاصه في الشوط الثاني وخاصه في الشوط الاول، كل قفصه وين تطلع بالكره على اليسار. الطاوس ديما يعني في ليزين دو ضايع. مشكله الطاوس في الكوفرتور في التغطيه. هذاك علاش نحب نحكي بامور فنيه. راي العباد ما تشوفش امور فنيه، على الاقل كي نتكلم يعني الناس اللي مثلا ضد كلامي يسمع شنو قاعد نحكي وبعد كنتر كلامي، مش اي كلام. راني قلت لك راهو التغطيه نتاعو هو ظهير ايسر، يعني ما يعملش لا لينيومون، ما يقفش مع المحور الدفاع، تلقاه بعيد عليهم، عامل يعني المساحه ما بيناتهم كبيره. كي يطلع يرجع رزين الطاوس، حتى كي يطلع ماهوش مؤثر لقدام، والطاوس يخسر في الكره في ساقيه تمريرات خاطئه او مكثره للتوش. يعني لاعب سينيور ومش اول مره، حتى حكيت عليه زاد حتى في المقابله اللي فاتت، يعني نفس الشيء مردود الطاوس غريب وعجيب. هذاك علاش بالنسبه لي انا الطاوس يعني مش حكيت يراجع روحه. النادي الافريقي ما عندوش ظهير ايسر كي يتصاب، يعني الحمروني كما اليوم ما عندوش ظهير ايسر. باش نحكي على بيكورو، الناس اللي قاعده تتكلم يمين ويسار، يا عباد افهموا، راهو بيكورو ماهوش لاعب يعني متوسط ميدان هجومي، هو لاعب دفاعي. يلزم احمد خليل، يا هو يا احمد خليل ولا هما زوز. علاش؟ خاطر كي بدا بيكورو في بدايه اللقاء بدا رزين، سي نورمال، هو اصلا رزين راهو في اللعب نتاعو، لكن رزين مش، لكن رزين عنده ذكاء نوعا ما يلزم نعرف. خاطر انت كان باش تقول لي لا اللاعب هذا باش نحيه نحطه على البنك، حتى ضرت هي النادي الافريقي راه، يعني يلزمك تخرج من اللاعب شنو النقاط القوه نتاعو وتتعامل
يعمل به. بالنسبه لبيكورو ربع ساعه الاولانيه ما دخلش في اللقاء، انا ماشي معاك. من بعد عدى 30 دقيقه ممتازه. بيكورو في الحاله الهجوميه يطلع خاصه من تالي كيما الركنيات ولا غيره تلقاه موجود. في الحاله الدفاعيه وين تيح الكره تلقاه هو موجود. راهو بالنسبه للافريق يعني القوه نتاع بيكورو يعني كي يدخل باش يفك الكره والا غيره، راهو يعني نتاع الافريق يلزمك لاعبين كيما هذوما. راهو وسام يحيى باش تقول لي راهو تكنيسيان، لكن سي بون. راهو وسام يحيى 39 سنه ولا 40 سنه ما عادش باش يعطيك. وسام يحيى يعطيك في البطوله التونسيه في اللقاءات كيما كان لاعب محلول، لكن كي باش تلحم يعني بالكرات الهوائيه ولا غيره، بيكورو بالتكنيك نتاعو بغيره، طلوع الكره نتاعو نوعا ما محترم، موقف جنبه احمد خليل، لكن هو يعرف يعمل كوفرتور. اما ما تحطلوش في مخه اللي انت تنجم تلعب وسط ميدان هجومي. كي تقول له بالطريقه هذيا وقتها يدخل بعضه، يا تقول له لاعب ارتكاز بامتياز وقتها يعطيك الماكسيموم. وعملت 30 دقيقه نتاع الشوط الاولانيه، ال 15 دقيقه الاولانيه غلطت فيها وما كانش مش عارف وين يقف. 30 دقيقه الثانيه 30 دقيقه يعني نهايه الشوط الاول، وخاصه وسام يحيى كي طلع القدام كانه ولا يلعب بوسام يحيى في مكان غيث الصغير ولا بيكورو هو احمد خليل، زوز لاعبي ارتكاز. وقتها ظهرت قوه بيكورو اللي هي في الشوط الثاني. سعيد السايبي ربي يهديه ما شافش قوه بيكورو في الشوط الاولاني وخاصه 30 دقيقه، لعبوا القدام رجعوا يعني وسط ميدان هجومي. دخل السويسي بطبيعه الحال لاعب ظاهر ناقص فيزيكمون، وثاني حاجه ياخذ كر في مناطق اونتر ليليني ولا يلزم يكون سريع ولا غيره. فما ناس قالوا لي يلزم يلعب وسط ميدان هجومي. تي هو رزين وتحب تلعب وسط ميدان هجومي، ان شاء الله يلعب لك بيفو. هو بيفو كي يسلكها مع الجباريه مع كذا اوكي يولي اداء نتاعو محترم. لكن كي باش تلعب وتوا انت وسط ميدان هجومي مع الرزن اللي عليه زدت انت كبلت الراجل، يعني وقت زد دخلته في حيط. هذاك علاش يعني لازم نعرفوا واش قاعدين نتكلموا، ما نبداش نتكلموا كاكا لا يجي منا لا رير دروا لا رير غوش لا الي. هو قدم الاداء نتاعو مرحبا، ما قدمش الاداء نتاعو هاكو على بنك الاحتياط، ولكن في مضره النادي الافريقي. راهو كان ما يكونش هذا الثاني لاعب ارتكاز بجنب احمد خليل ما عندهاش الافريقي. السويسي يعني قاعد نشوف فيه لاعب اقل من العادي. وسام يحيى كما قلت. ومشكله النادي الافريقي اليوم غيث الصغير. غيث الصغير هو حلقه الربط الموجوده تحت المهاجمين. ما فماش النادي الافريقي شكون يلعب كما نقولوا تحت المهاجمين اليوم. هذيك اكثر خطا بالنسبه لي انا النادي الافريقي. وبالنسبه للحاله الدفاعيه راهو احمد خليل وحده كبيفو راه شويه ممكن في طلعان الكره اوكي تكنيسيان، لكن حتى احمد خليل راهو ما يطمنش في الحاله الدفاعيه. ممكن هكا واحد كونتر واحد، اما باش تقول لي كوفرتور ويكسر لي باس ولا حكايه منه ومنه، راهو يعني لازم يكون لاعب ثاني لاعب ارتكاز. ما قلتلكش نحط بيكورو راهو لا يخلص فيا لا نعرف ولا يعرفني. انا دوب ما جا وقت الفيديو نتاعي موجود قلت لا راهو كان باش يلعبوا سعيد السايبي وسط ميدان هجومي راهو على بنك الاحتياط. وهو حتى كي كان يلعب في الفريق نتاعو اللي فات هو على بنك الاحتياط. علاش؟ خاطر الفريق نتاعو كان يلعب لاعب ارتكاز بامتياز، جابوا لاعب اخر رقم 18 اخف منه تكنيسيان وفكاك على الاخر، ولاو يلعبوا كانه هو اللاعب ارتكاز هذا رقم 18 وبيكورو ولاعب اخر، يعني يتبادلوا على بعضهم كما اليوم ما بين وسام يحيى كوسط ميدان هجومي واحيانا وسط ميدان دفاعي. ان شاء الله الموضوع هذايا يكون واضح قدام احباء النادي الافريقي، هكاك تكون الامور اوضح. وانا نعاود نقولها مره اخرى، راهو احمد خليل راهو وحده في وسط ميدان النادي الافريقي في الحاله الدفاعيه راهو ما عنده ما يعمل، باش نكونوا واضحين وانت زادم على لقاءات كبيره. بالنسبه للشوط الثاني النادي الافريقي يعني الخطا الكبير يعني الثالث ولا الرابع ولا الخامس اللي عملوا شنو بالضبط؟ نزل اول حاجه المستوى نتاعو المزياني اولا ولا كانه في عزله زاد ولا في عزله اكثر، وين ياخذ الكره المزياني تتفكلوا يعني حتى كي يقرب الواحد كونتر واحد المزياني يقرب للاعب، يعني حتى الدريبل نتاعو يعمل حتى ديستونس نتاع كيما نقولوا مسافه الامان لا يقرب ومن بعد ينحيها له للادفيرسير يعني كاك ويتيح المزياني ويعني يزمو يخرج. بالنسبه لوسام يحيى تعب وهذا انا نفهم هذا الشيء هذا. بالنسبه لاحسن حاجه كان ينجم يعملها سعيد السابي هو وقت ادخال حمدي العبيدي منذ بدايه الشوط الثاني كثاني مهاجم بجنب ايدو. علاش نقول في الكلام هذا؟ لانه ايدو ولا حتى هو يتيح برشا اللوطه كي يكون حمدي العبيدي هو الثاني لاعب مهاجم، يعني يكون كاتاكون اون بوينت مش لا جنب لا اليمين ولا اليسار، يكون كانه 4-4-2. المهم يلزم يكون حمدي العبيدي ثاني مهاجم بجنب ايدو القدام.
خاطر ايدو كما قلت قاعد يهبط ويخلي حتى الاسباس بالنسبه لحمدي العبيدي في الكرات القدام في الكونتر اتاك ولا غيره. تطلع النادي الافريقي ما تلقى حتى شيء، حتى كي شتت الكره النادي الافريقي ما يلقى حد القدام، يعني لخبطه كبيره. زاد النادي الافريقي انكمش على نفسه، وزاد سعيد السيبي زاد حط يعني بيكورو، زاد لعبه وسط ميدان هجومي، زاد الكره الكل ولا تغالته هو تاع فيزيكمون، وزاد يعني كما نقولوا زاد على الطين بله. وقتها تاكدت الناس هو قال لك هو لاعب مزمر ولا غيره، ويعني دخلت عليه العباد اللي الناس يلزم تفهم بشويه بشويه الامور. راهو مش جبت ميسي انت باش تقول لي شبيه ولا عليه، يلزم كل لاعب تهز منه. انا هو العرفاوي قاعد نحاول نخرج منه الماكسيموم باش ينجم يلعب ويفيد على الاقل في تشكيله النادي الافريقي كي يهبط. في كل الحالات بالنسبه لي انا السويسي كي دخل زاد تحسه لا عادي، يعني لاعب عادي ماهوش باش يهز ليكيب والا باش يكون يعني حل من الحلول في وسط الميدان الدفاعي بالنسبه للنادي الافريقي. بالنسبه لي انا النادي الافريقي ولت فيها التغييرات، يعني هاو غايث الصغير هاو مره لعبوا على اليسار، هاو مره بعد دخل وسط الميدان، هاو العرفاوي قعد يلعب وهو زاد من غير نصائح. بالنسبه لحمدي العبيدي هاو دخل زاد على اليمين بدون حراك، حتى هو حمدي العبيدي والنادي الافريقي قاعده تخسر في اللعب هذايا رويدر لينتهي الشوط الثاني 1-0 بالنسبه للنادي الافريقي باداء سيء، لخبطه كبيره في النادي الافريقي في الشوط الثاني، وخوف القفصه سيء في الشوط الاول وسيء في الشوط الثاني. بالنسبه لي انا الملاحظات اللي يلزم يسرع النادي الافريقي يلزم يتحرك فيها الدفاع، خاصة كما قلت لك الطاوس راهي قفصة عملت اوتوروت شيرة الطاوس اليوم هذه ظاهرة، يعني ما يلزمش فيها ما فيهاش، يعني حتى نعرف شكون هيك ظاهرة على روحها. محور الدفاع نوعا ما عملش برشا اخطاء اليوم النادي الافريقي. الزعلوني مثل اللقاءات اللي صارت الزعلوني اليوم كان ممتاز بصراحه، صحيح ما خدمش برشا اليوم لكن خاصه على الحاله الهجوميه، لكن الملعب قفصه ومعاه العرفاوي ما يطلبش برشا كوره ومعاه كثير من الاسباب خلت الزعلوني، لكن يبقى الاداء نتاعو محترم. حمدي العبيدي يلزم اللاعب هذايا اللي هو قاعد سعيد السيبي قاعد يهمش فيه مره اخرى، يلزم يلعب السيد هذايا في اسرع وقت ممكن. وبالنسبه كما قلت وسط ميدان النادي الافريقي يلزم غربله مره اخرى وتكون الامور واضحه. راك زادم على لقاءات كبيره، مانيش نحكي تو هاك اللول وتلعب ضد مدنين وتلعب، انا نحكي لك عن فرق في مرحله البلاي اوف واللي بالنسبه لكاس افريقيا. على كل حال ابار الهجوم يعني السرارفي صحيح اليوم ماهوش موجود، وخلى انا حتى السرارفي يعني عنده برك كثير من المشاكل، لكن على اللي شفته اليوم يعتبر السرارفي حل من الحلول. النادي الافريقي عنده لاعبين كما نقولوا ينجم يمشي بهم لبعيد، عنده في كل اماكن عنده لي بوست واضحين. في رادس قاعد يلعب خير من قاعد يلعب خارج الميدان صحيح، لكن النادي الافريقي يلزم السعيد السيبي يركز اكثر في اول حاجه في السبيسيفيك نتاع اللاعبين، يلزم يحسن زاد اللاعبين، يحسن الوقفه، ويلزم يفهم شنو يعني النادي الافريقي يهبط شنو ستيل دو جو نتاع النادي الافريقي، هل وزاد حتى الفولونتي اسكو النادي الافريقي داخل باش يربح ولا شنو بالضبط. ظاهر النادي الافريقي ساعات كي يدخل باش يربح ينهي اللقاء حتى في 30 دقيقه الاولانيه ظاهر، واحيانا ساعات يدخل لقاء بدون خطه يبدا غريب النادي الافريقي كما اليوم. على كل حال كثير من الاصلاح ان شاء الله النادي الافريقي في القريب العاجل. واختونا من لغه راك انت اتهامات لي انا جايه لأنا مانيش مع النادي الافريقي او مع الترجي او مع النجم الساحلي، راهو فما انا لاني قاعد الاسبيرونس تعطي فيا شهريه ولا النادي الافريقي ولا الاتوال، انا واحد من الناس نحب نصلح الكره التونسيه، النقطه تعود الى السطر، وكان فما حاجه عكس ذلك يا خويا وريلي، مش كلام هكاك في الهواء وغيره، خاطر الوضوح مش باهي. نحن مستانسين يعني كيما نقولوا بالبلاتوات نتاع الشكر والمديح لين تلقى الكارثه، هذا مش باهي. على الاقل من توا يلزم الاصلاحات قبل فوات الاوان. كان وصلك الفيديو لا تنسى الاشتراك على اليوتيوب او على صفحه الفيسبوك. يتبجمني دمتم في حفظ الله، في الامان، سلامه.